تخيل انه هذا الشخص قبل اسلامه قتل شخص يعد احد خيرة الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد اسلامه قتل اشر الناس في زمانه. من هو هذا الشخص وشنو قصته بالضبط؟ تريد تعرف؟ خليك وياي. السلام عليكم، حياكم الله شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بتم الصحة والعافية. ونواصل في سلسلة صور من حياة الصحابة. في الفيديوهات السابقة حكينا عن 4 صحابة وقصصهم. اذا ما شفت قصصهم للآن عادي كمل هذا الفيديو، ورا ما يخلص روح شوف قصصهم، حتلقاهم في صندوق الوصف اسفل الفيديو، روح شوفهم لا تنسى لانه شيء جدا رائع وخرافي. المهم قصتنا لليوم يمكن حتتضارب بها مشاعرك شوية، بالبداية يجوز تحزن وبالنهاية تفرح. عموما ما طول عليكم وخلينا نبلش لزبدة القصة ويلا بينا. اليوم عندنا قصة صحابي يقال له وحشي بن حرب، وأتوقع أغلبنا يجوز 90% من عندنا سمعوا بهذا الاسم، وأدري شنو اللي تبادر بذهنك، بس انتظر شوية واسمع القصة. خلينا ناخذ شوية معلومات عن وحشي. كان من ضمن عبيد الحبشة الذين كانوا في مكة المكرمة، وقيل أنه كان مولى طعمية بن عدي، ولكن الأصح أنه كان مولى جبير بن مطعم أحد سادات قريش، وقيل أنه كان من أقوى وأشجع الموالي في الجاهلية. المهم هذا جبير الذي كان يملك وحشي كان له عم قتل في يوم بدر على يد حمزة بن عبد المطلب، فحزن جبير حزنا شديدا وأقسم باللات والعزى أن ينتقم منه وليثأرن لعمه وليقتلن قاتله. المهم لم يمر كثير بعد غزوة بدر حتى عزمت قريش للخروج إلى أحد للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، وكذلك للثأر لقتلاها في بدر. فجهزوا العدة وأعدوا جيشا بقيادة أبو سفيان بن حرب، فرأى أبو سفيان أن يجعل في هذا الجيش طائفة من عقيلات، والمقصود به هن سيدات من قريش ممن قتل لهن قتيل في بدر، سواء أخ أب زوج أي شيء. شنو مهمتهم بالضبط؟ مهمتهم إنهم يحمسون الجيش للقتال، وكان من ضمن تلك النسوة هند بنت عتبة اللي هي زوجة أبو سفيان بن حرب قائد الجيش، وكان أبوها وعمها وأخوها قتلوا في بدر. المهم لما أوشك الجيش على الرحيل التفت جبير إلى وحشي وقال له: يا وحشي أتريد أن تنقذ نفسك من الرق؟ فقال وحشي: نعم، وكيف ذلك؟ فقال جبير لوحشي: إن قتلت حمزة الذي قتل عمي فأنت حر طليق. فقال وحشي: أنا لها. وكان وحشي رجل إذا مسك الحرب أو الرمح وقذف به لا يخطئ الهدف أبدا. وطبعا هنا وجب التنبيه على نقطة، في فيلم الرسالة اللي كنا شفناه جزء 90% من عندنا شافوه، هنالك خطأ حقيقة في الفيلم. بالفيلم ذكروا انه هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان هي الذي ذهبت الى وحشي وطلبت منه ان يقتل حمزة لانه قتل ابوها وعمها واخيها، وحقيقة لم يرد اي شيء بهذا الخصوص، ولم اقف على رواية صحيحة بذلك، بل اصح الروايات ان جبير هو الذي طلب من وحشي قتل حمزة للثأر لعمه. المهم مضى وحشي مع الجيش وكان يقف في مؤخرة الجيش، وهو بالحقيقة لم يكن ينوي القتال، كان فقط يريد أن يقتل حمزة وهذا هو. فلما التقى الجيشان في أحد ذهب وحشي يلتمس حمزة ويبحث عنه. طبعا لم يكن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يخفى على أحد، لأنه كان يضع ريش النعام على ثوبه وقيل على رأسه، كما كان يفعل ذوي البأس والشجعان من العرب، يعني أنه ما خايف من أي واحد وتعالوا لي. المهم لم يمر الكثير من الوقت حتى وجد وحشي حمزة وهو يهد الناس بسيفه هدا فلا يسلم منه أحد ولا يستطيع أحد النيل منه. المهم وحشي كان يراقبه من بعيد وجلس ينتظر الفرصة المناسبة لحد ما وجد الفرصة المناسبة، فأخذ الرمح مالته وقذفها على حمزة رضي الله عنه فأصابته في أسفل بطنه، وما لبث أن سقط حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه شهيدا. فذهب وحشي ولما تأكد أنه مات سحب الحربة منه وانطلق إلى مؤخرة الجيش. فمثل ما قلت لكم هو ما كان مهتم بالقتال، بس كان يريد أن يقتل حمزة وقد قتله. ثم انتهت أحد بنصر المشركين على المسلمين وعادوا إلى مكة ومن بينهم وحشي، وأوفى جبير بوعده وأعتق وحشي فأصبح حرا. بس طبعا الإسلام ظل ينتشر بعدها، وأمر محمد صلى الله عليه وسلم بدأ يعظم شيئا فشيء، وطبعا كلما عظم كلما ازداد خوف وحشي، خوفه من أن ينتقم منه محمد صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا ولا وحشي هاربا إلى الطائف يلتمس الأمان، بس هم من أهل الطائف ما لبثوا أن دخلوا في الإسلام، وعزم جزء كبير منهم أن يذهبوا إلى النبي
النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا إسلامهم أمامه. في تلك اللحظة عظم الكرب على وحشي وضاقت به الأرض بما رحبت وشعر بالندم الكبير لما فعله. وفي الحقيقة في تلك اللحظة كان يريد الإسلام، بس قال بنفسه إنه أنا ما إلي أي توبة لأني قتلت عم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هو بتلك الحيرة إذ جاء عليه رجل صالح، يعني رجل ممن أسلم، وقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل أحدا إذا دخل الإسلام ونطق الشهادتين، بس هم كان خايف إنه بعد ما يعلن إسلامه ممكن إنه النبي يضره أو شيء من هذا القبيل. فما أن سمع وحشي ذلك حتى خرج مع الجموع يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنى من كل قلبه أن يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ويعفو عنه. فلما وصل يثرب وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له في المسجد، فدخل وحشي المسجد في خفة وحذر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح فوق رأسه وقال وحشي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه الشريفة ونظر إلى وحشي، فلما عرفه صرف نظره عنه وقال له: أأنت وحشي؟ فقال وحشي: نعم يا رسول الله. فقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس وحدثني كيف قتلت حمزة. فجلس وحشي وحدثه، فلما فرغ أزاح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنه وقال له: يا وحشي هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحمل أن ينظر في وجهه لأنه يذكره بعمه حمزة وبفاجعته. فمكث وحشي منذ ذلك اليوم يتجنب أن يقع عليه بصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جلس الصحابة من حوله كان يجلس خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحال حتى قبض بأبي هو وأمي. وهنا قد يسأل سائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم سامحه وعفى عنه أم لا؟ قال العلماء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق شرع الله في قبوله لإسلام وحشي، والإسلام طبعا يجب ما قبله، ولكن الكلام عن حق النبي صلى الله عليه وسلم الشخصي لأنه ما زال مفجوعا بموت عمه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيلا فعفى، فهو عفى بقبول إسلام وحشي، ولكن نفسه لم تطوعه أن يوده، لأن العفو شيء والمودة شيء آخر. يعني مثلا تصير فد مشكلة جدا كبيرة بينك وبين واحد ويجي يعتذر منك ويستسمحك، فأنت تقول له أنا عفيت عنك بس ما أريد أشوف وجهك. تصير هواية يمكن يسووها. نفس الشيء، فالنبي بشر وله عاطفته وله أحاسيسه. المهم ظل وحشي يستشعر فداحة فعله خلال حياته، وجلس يبحث عن الفرصة التي يمكن أن يكفر بها عن خطأه، يعني حتى ولو بشكل بسيط. وجدت تلك الفرصة لما ارتد بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، فجهز أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا لقتالهم. خرج وحشي مع هذا الجيش وأخذ حربته وجهز نفسه. فلما التحم الجيشين في موقعة اليمامة، واحنا سبق حكينا عن هذه الموقعة والإبداع الذي فعله الصحابي البراء بن مالك في قصة بطولة رائعة. هتطلع لكم القصة هنا بالعلامة البيضاء أو حتلقوها بصندوق الوصف. المهم دخل وحشي إلى الحديقة وكان يبحث ببصره عن مسيلمة لا يبتغي غيره، فلقى مسيلمة قائم والسيف في يديه، وهم شاف من بعيد أكو واحد من الأنصار يتربص لمسيلمة ويريد أن يقتله، فأسرع وحشي وأخذ حربته واستجمع قوته وتركيزه وقذف بحربته باتجاه مسيلمة فأصابته. ثم جاء الرجل الأنصاري الآخر أيضا وهم عليه بالضرب، فقال وحشي في نفسه: لعل هذه بتلك، يعني حين كنت كافرا قتلت حمزة ولما أسلمت قتلت مسيلمة، أي أني قتلت أحد خيرة البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قتلت شر البشر بعده في زماننا، فلعل الله يقبلها مني. ثم شارك وحشي في أغلب معارك المسلمين وشهد معارك مثل اليرموك، وتوفي وحشي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه في مدينة حمص في سوريا ودفن فيها، وأكو هناك طبعا قبر ينسب له، بس لما بحثت حقيقة ما متأكد إذا هذا كان قبره أو لا، اللي عنده معلومة أكيد خليه يكتب لنا. عموما رحم الله وحشي بن حرب، ونسأل الله عز وجل أن يكون قد رحمه وغفر له ما مضى، وأن يرحمه برحمته الواسعة وأن يرحمنا كذلك. وبس هذا كان ويانا المقطع اليوم، إن شاء الله يكون المقطع عجبكم والقصة عجبتكم. أي واحد عنده إضافة أو استفسار حول هذا الموضوع خليه يكتب لي بالتعليقات. وأشكرك يا صديقي أشد الشكر على وقتك وحسن المشاهدة والاستماع. إذا وصلت وياي لهاي الدقيقة وأهم شيء يكون عجبك الفيديو، لا تنسى انزل بسرعة واشترك بالقناة وخلي إعجاب وتعليق، وأهم شيء تشارك هذا المقطع ويا أحبابك وأصدقائك حتى الكل يستفيد. ونشوفكم إن شاء الله في مقطع قادم وجديد. سلام عليكم.